نعم. يعني انت فتحتي دولابي؟ جابتك على ملا وشك. خدي يا اختي حاجتك على الله تشبعي بيها. انا مين؟ انا يا ماما افتحي. دي منها. حاضر. تعالي يا بنتي. ازيك يا ماما؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله. الاخبار؟ اسماء عامله ايه والعيال؟ كويسين. انت عامله ايه؟ الحمد لله. خد نفسي كده، جايه مفرهده مش قادره. وعيالك عاملين ايه؟ كنت الحمد فين؟ لله. بلف يا ماما. ليه؟ عندي مناسبه ولا لاقيه حاجه عدله، ولا لاقيه حتى اجر فستان ولا بلوزه ولا بليزر ولا اي حاجه، والاسعار نار نار نار. تعبت الدنيا من اللف. كلها بقت مولعه نار يا بنتي. بس فقلت اجي لاسماء يا ماما تنقذني اختي. اسماء مش هنا. طب انا محتاجه ماما، هي عندها كذا حاجه سواريه، محتاجه اي حاجه منها. هي مش هتقول لا يعني. فانا قلت اسماء عندها كذا حاجه تنقذني باي حاجه كده، انا اقضي المناسبه وخلاص. هي مش هنا، رني عليها. طيب هرن. ماشي. مغلق. برضو مغلق. مش عارفه، هي قاعده في مكان ما فيهوش شبكه بقى. هي الشبكه بايظه يا بنتي. طب وبعدين يا ماما؟ انا مش عارفه بقى الامل فيها دلوقتي. انا خلاص يعني المناسبه خلاص يا ماما، بكره اروح فين واجي منين؟ طب انا هقوم ابص لك كده على حاجه كده. ايوه هي عندها كذا حاجه وكانت منزله صور وشايفاها انا. انت قلقانه من ايه يا ماما؟ دي اسماء اختي يا ماما، هي فيها ايه؟ يا حبيبتي وهي ما انا واحد. عارفه، بس انا ما بحبش انا يعني افتح دواليب حد. مش عارفه مني اعمل ايه. طيب ولا حاجه يا ماما، يعني ايه المشكله؟ يعني انقذيني. اسماء اختي وانت امي، ويعني حد غريب؟ انا رايحه لحد غريب في إيه؟ انت متقله كده ليه يا يا ماما؟ بنتي اخش اوض حد وادور في دواليب انا؟ ماما في ايه يا ماما؟ انت امها يعني، وحد غريب اللي داخل؟ عمرها ما هتتكلم اسماء. انت مكبره الموضوع على فكره. ماما بالله عليكي عشان قلبي يرتاح بقى، عشان انا بلف من الصبح ومكتئبه والله. مكتئبه؟ مستاهله اكتئاب يا كوبايه ميه حتى. ايه ده؟ مش عارفه في ايه بصراحه. انا اروح لمين يعني؟ ما يلا ماما، كل ده بتعملي ايه؟ اصبري بقى يا منى. لا حول ولا قوه الا بالله. كل ده عشان بليزر او بلوزه هتذل. خدي. لقيتي يا ماما؟ شوفي دي كده. هدخل اقيسها ماما في اوضه في العيال. بيتك بقى. هدخل اقيسها ماما يا ستي عشان ما لو مفيش تقيسيها حاجه في اخد بيتك. حاجه غيرها. ما هي دي اللي انا لقيتها. قيسيها في بيتك بقى واسكتي يا منى. طيب ماشي يا ماما، شكرا. ماشي حبيبتي يلا. مفيش طرحه عليها طيب ولا حاجه؟ ما لقيتيش؟ ما ولا لقيتش كده بقى، مش ولا عارفة. شنطه ولا شوز ولا مفيش ابقي حاجه؟ شوفي لك انت حاجه بقى يا منى. انا مش بالمره عارفه بقى، هما ساعتين يعني مش هيحصل حاجه. مفيش يعني. خلاص يا ماما ماشي. ما احبش افتش في حاجه حد. ماشي يا ماما، شكرا يا ماما. نعم. اشكري لي اسماء. ها السلام ماشي يا عليكم. حبيبتي. ما اعرفش انا ما احبش افتش في حاجه حد، وانا عشان بنتي وقاعده عندها احتكم اخش كده الاوض كده وافتش. لا وشنطه ومش عارفه ايه البرود ده يا منى. ما تحمدي ربنا عطتها لك واسكتي. مايلك سودا. عادي مش هتقول حاجه، ده اخوات ياما لبسوا من هدوم بعض عادي. السلام عليكم يا ماما. ماما. ايه يا اسماء؟ ايه يا ماما؟ جيتي يا حبيبتي؟ لسه جايه. انا اشرب شويه الغسيل يا بنتي. تعبت. ليه؟ الدنيا الجو حر. صح. هنصيف ولا ايه؟ هنصيف ولا ايه؟ انا عارفه. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. انت ايه الاخبار؟ الحمد لله. هقوم بقى ماما انا اغير هدومي، انا مش قادره. ماشي. حضري لي غدا، انا جعانه قوي. ماشي. عامله اكل يا ماما؟ انا عامله ارنب يعني كده على قدنا. طب انا ما كنتش عايزه ارانب، عايزه ليه؟ فراخ. لا ما بعملش فراخ. ليه؟ خسي شويه يا اسماء، انت مليتي قوي يا اسماء صراحه. اكتبي لي انت عايزه ايه وانا اقول لك ان ده هينفعني ولا لا. طب كفايه شخلله، حطي المفاتيح. قولي لي النظام اللي انا عايزه امشي عليه. قولي لي هعمل اكل كذا اقول لك يا لا يا ماما. خلاص يا ستي كلي اي حاجه بقى. لا والله. طب اعمل ايه؟ ارميه يعني يا اسماء؟ نعمه ربنا. ماشي. مش عاجبك الارنب؟ كلي بطاطس ورز.
انا عامله صينيه بطاطس ورز معمر. لا قايمه اغير. روحي روحي. الصبر يا رب من فظيعة. عندي. هو ايه ده؟ ما تاكلي يا اختي ارنب، مش احسن من الفراخ؟ ماما حضرتي الاكل؟ اه في الفرن بيسخن بس. ماشي يا رب. بقول لك ايه، نسيت اقول لك يا موقع. ايه؟ بصي اختك منى جت يا حبيبتي، كانت عايزه، عندها مناسبه. مناسبة مين؟ ما اعرفش، حد من اهل جوزها باين، ما سالتش، انت عارفه ما بحبش التفاصيل انا. فكانت معزومة عايزة... يعني؟ انت كنتش معزومة؟ مين؟ انتي؟ انا مالي يا بنتي، هتعزمني انا ليه؟ ماشي. هي كانت عايزه بلوزه ولا حاجه، قعدت تدور طول النهار مش لاقيه. فجات لك هنا عشان تاخد منك حاجه تلبسها في المناسبه. بس فطبعا تليفونك انت وحضرتك غير متاح، ما اعرفش ليه تليفونك غير متاح على طول. في الشغل ما فيش شبكة. ما اعرفش بقى، المهم دخلت جبت لها بلوزه من عندك. نعم؟ يعني انت فتحتي دولابي؟ ايه الهبل ده؟ وايه يعني مش فتحت دولابك؟ يعني ايه يا ماما تخشي وتفتحي دولابي؟ هو مش معنى ان انت قاعده عندي فانت تخشي وتفتحي الدولاب فيه ذهب وفيه فلوس وفيه اوراق بتاعت احمد مهمه. ازاي يا ماما؟ قله الادب بتاعتك دي، هو انا يا اختي هخش اسرقك يا بت؟ انا اوضتي محدش يدخلها، انا في حاجات مهمه وفي اوراق مهمه ما ينفعش حد يشوفها. يعني انا ده امك يا بنتي هخش اعمل كده؟ انا ازودهم لك يا بنتي. يا ماما في اوراق بقول مهمه، ولو ورقه ضاعت احمد هيروح في داهيه. هو في ايه يا ماما؟ لا اله الا الله. ودي فيها ايه يا بنتي؟ انا دخلت عملت لك حاجه. ازاي يعني يا ماما؟ وفيها ايه يا بنتي؟ هو ايه اللي فيها ايه؟ دي اوضتي محدش يدخلها، ومنى ازاي تديها حاجه استني زي بس كده، انت ازاي تكلميني بالطريقه دي؟ هو انا قاعده بشتغل عندك يا بت؟ ايه قله الادب بتاعتك دي؟ ماما انت بتكلمي امك كده؟ ماما لو سمحتي، انت المفروض كنت لقيتي تليفوني مقفول ما تديهاش حاجه، وهي اللي تاخد حاجه انا مش موجود. انت ازاي تكلميني بالطريقه دي؟ ماما دي اوضتي يا ماما محدش يدخلها. اوضتك والمفروض ايه؟ لقيتي تليفوني مقفول مفيش حد يخش الاوضه. ولا لا اوضه اختك محدش يدخلها وانا ما اقدرش اخش. وهي اختك، انتوا طول عمركم بتلبسوا من بعض، ليه بنلبس كده؟ من بعض، لكن دي اوضتي انا محدش يدخلها وانا مش موجوده. افرضي في حاجه ضاعت، افرضي في اوراق مهمه راحت. يعني انا حراميه؟ انا ما قلتش انك حراميه يا ماما، افرضي ورقه وقعت كده ولا كده، ليه انا يا اعمل ايه؟ ليه هبله؟ انا ما بعرفش يغسل ورق الاوراق والحاجه، ثم انا ما جيتش جنب حاجتك يا حبيبتي، انا جبت لها بلوزه تحضر بيها. فيها ايه يعني؟ بصراحه يا ماما انت زودتيها قوي. اكل على مزاجك، ده على مزاجك. احمد حقيقي كان عنده حق، قال لي امك اخده راحتها قوي في البيت، بتاكلنا على مزاجها وتقعد على مزاجها وتخش الاوضه على مزاجها، والزياده كمان ان بتدي منك كمان من هدومي. هي حصلت وتفتحي دلابي. وانتي خليتيه يتكلم كده عليا؟ يعني هي قاعده براحتها؟ ايوه يا ماما. ده انت هنا عندك خدامه ببلاش، بتيجي تلاقي كل حاجه موجوده، انت بتاكلينا على من اكل مزاجك. لشرب المواعين لغسيل. تصدقي انت هقول عليكي ايه؟ انا الكلام ده ما ينفعنيش بقى الصراحه. انت انسانه وحشه. ده انا مش وحشه، لا والله في وحشه. الحدود يا ماما. وطالما قبلتي ان هو يتكلم عليا وانت سكتي، مالكيش خير في حد. بصراحه يا ماما عنده حق. انت بتعملي الاكل خلاص اللي انت اسكتي. عايزاه مش اللي احنا اسكتي. عايزينه، كاننا احنا اللي قاعدين عندك. اسكتي خالص، ما اسمعلكيش صوت. ايه منى، لو سمحتي زي ما اخدتي البلوزه تجيبيها لي تاني، وما تاخديش حاجه من حاجتي غير لما انا اقول عليها خديها وانا اللي بنفسي اديها لك، غير كده ما تاخديش حاجه. انا عايزه البلوزه ومش هتكلم تاني، بس كده. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الجبرطه اللي انت فيها دي؟ هو ايه اللي الجبرته اللي انا فيها؟ ليه كده يا بنتي؟ تزعقي لاختك كده وتكسري بخاطرها وكمان تقفلي السكه في وشها؟ حاجتي. هو انت يا بنتي اللي بيجري في عروقك ده ايه، ميه مش دم؟ هو انت تحبي ان انا اخش اوضتك واخد حاجه من وراكي من غير ما اقول لك؟ ما تخشي يا اختي اوضتي، وانت لا. هتخشي البيت الابيض؟ لا دي اوضتي انا وجوزي، يعني فيها خصوصيه، ما حدش ينفع يدخلها. هيبقت ليكي خصوصيه يا اسماء؟ زي ما انت وهو كان ليكوا خصوصيه واوضتكم ما كنتش بترضي تدخلينا. لا لا لا، عندك حق يا بنتي. استغفر الله العظيم يا رب. لا عندك حق، صح يا بنتي، ما الحكم في ماله فما ظلم. لا كلامك مش صح. هنخلص بقى من الكلام ده. زعلي بقى ولا ايه؟ انتوا كلمة الحق دايما كده واقفة في الزور. حاجة بصراحة يعني حاجة لا تطاق الصراحة، مش فاهمة الصراحة. منى تيجي تاخد الحاجة، تطلب الحاجة وتاخدها، واديتيها ايه تاني غير البلوزة؟ يا ماما ما عطيتهاش حاجه.
قومي شوفي انت اكلك، انا ماليش دعوه. بعد ما اتحرق يعني. دي منا بنتي. يا عيني يا اختي، جابتك على ملا وشك يا اختي، جابتك على ملا وشك. خدي يا اختي حاجتك على الله تشبعي بيها، انا تكلمني بالطريقه دي؟ ايه البهجاحه دي؟ يعني حاجتي وجايه كمان ترميها لي في وشي؟ يعني حاجتي وكمان جايه ترميها لي في وشي؟ انا ما شفتش بجاحه كده والله انا لما شفت وقاحه كده واسلوب حد اتكلم اختها الكبيره بالطريقه دي. لا والله. اه والله. ما لو انت شفتي كمان. كلمتني ازاي. عملت ايه معاكي يا ماما؟ لا بهدلتني. انت كمان مدياها البلوزه اللي انا لسه ما لبستهاش. يا اختي اشبعي بيها يا ماما، اشبعي بيها. انا اقول فيكي ايه؟ دي مش اختي يا ماما، مش عايزه اعرفها تاني، دي بني ادمه مش كويسه. تكلمني انا تقفل السكه في وشي، عملت معاكي ايه؟ قعدت تقول له انت بتعملي لنا الاكل اللي على مزاجك، هو احمد عنده حق، انا غلطانه. احمد عنده حق؟ دي ما كان وقفتهاش عند حدها ليه؟ انت تقعديش عندها. دي عندها خدامه ببلاش، انا غلطانه. انت اللي غلطانه جبت. ماما، تعالي يا ماما اقعدي عندي. لا ياما، ولا عندك ولا عندها حد، الله اقعد في بيتي معززه مكرمه، ولا اتذل عند حد ابدا. ما ينفعش كده يا ماما. لا اخش يا ماما اجيب شنطتي، انا الحمد لله تقولي ربنا حاسس وعالم بيا، لابسه عبايه الخروج حتى. يلا انا ماشيه كده انت تقولي لامي انا الكلام ده؟ انت مش محترمه ولا جوزك محترم، انت تطلعي الكلام ده وتقولي لها في وشها. طب ما تقولولهاش. لا لكن دخولي البيت وتاخدي حاجات انا ما دخلتش اوضتك يا اسماء واستاذنت وكلمتك، وبعدين ده انا اختك يا هبله، اختك. اختي تاخد حاجتي كده من ورايا؟ وراكي ايه يا بنتي؟ وراكي ايه؟ وانا دخلت اوضتك انا كلمتك تليفونك مقفول. يا اختي اشبعي بحاجتك، يا اختي اشبعي. اشبع بحاجتي، ما اشبعش ليه؟ وكمان اخده البلوزه الجديده اللي انا لسه انا مش عرفني جديده ولا قديمه، انا اعرف منين انا جديده ولا قديمه؟ عارفه كده بصي، الصراحه عارفه انت مش محترمه ومش، والله اقول فيكي انت مش بني ادمه اصلا طول عمرك كده، لاني انا غلطانه، انا اتحوجت لك تصدقي؟ والله لا ما تحاوليش تاني. قرف. يلا ماما، يلا ماما، تستاهلش اصلا تتكلمي ولا تبصي لها. خلي احمد ينفعك. هينفعني. قهرتي امك مبسوطه كده هتعرفي تنامي بالليل. طب انا مش مشكله، ماشي يا اسماء، ماشي. قرف. اكل اتحرق واكل على مزاجها وتخش اوضه نومي. هو البيت ده ملهوش خصوصيه؟ هو بقت مفتوحه كده؟ ما يفتحوا باب الشقه واللي يدخل يدخل واللي يطلع يطلع واللي عايز حاجه ياخدها. ده ايه الهم اللي انا فيه ده؟